ده أسامة الإدريسي لاعب الأهلي المحتمل. كلام كتير على تفاوض الأهلي مع اللاعب، طبعا بعد أداؤه العالمي أمام بوتافوجو وهدفه التاريخي، أو حتى أداؤه أمام الأهلي وتحديدا الكرة اللي مرجح فيها مروان عطية ورامي ربيعة وتسبب في أخطر فرصة على مرمى الأهلي. الإدريسي كان بيلاعب ريال مدريد لوحده وكأنهم لعيبة درجة تانية، جمع حوالي 3-4 لعيبة وراوغهم ومرر عادي جدا كأنه ما عملش حاجة. بجد هتكون إضافة كبيرة جدا وبلاش حرفيا. هنتكلم عن مسيرة اللاعب وعن مميزاته وكمان عيوبه، وكمان هل فعلا الاهلي بيتفاوض مع اللاعب ولا لا. الإدريسي قيمته التسويقية 7 مليون يورو، وراتبه السنوي ما بين 500 ألف دولار ل 850 ألف دولار بالمكافآت والحوافز، تقريبا أقل من نص راتب بيرسي تاو. ومثل المنتخب المغربي في 9 مباريات رغم امتلاكه الجنسية الهولندية، ولكن اختار تمثيل منتخب بلاده المغرب وعنده 28 سنة. بدأ الكرة في الدوري الألماني في 2015 مع نادي غورنتين، سجل 12 هدف في 48 مباراة. أما بقى في 2018 راح لنادي القمار في 69 مباراة، سجل 24 هدف عشان يحصل على أفضل مراوغ في الدوري الهولندي، ودي كانت حاجة كبيرة على المستوى الفردي. أما بقى بعدها انتقل لإشبيلية الأسباني في 2020، ولكن طلعوه إعارات لحد ما استقر في 2023 مع نادي باتشوكا المكسيكي، وهنا ابتدى التألق الملفت واستعاد ثقته وموهبته، وكلام على عودته من جديد لتمثيل المنتخب المغربي. عشان مع باتشوكا لعب 42 مباراة، سجل 11 هدف وصنع 17 اسيست، وده رقم مميز جدا يوضح لك انه لاعب اسيستر مساعد للفريق على المستوى الجماعي. وهوضح لك عيوبه وكمان مميزاته بشكل تفصيلي. مميزات اللاعب: فهو لاعب جناح بيتمتع بمهارات هجومية مميزة وعنده شخصية قوية جدا في أدائه، وده شيء مهم جدا جدا. بيمتاز بالمراوغة والسرعة، بيتميز الإدريسي بقدرة فائقة على المراوغة اللي بيساعده على تجاوز المدافعين بسهولة، بيقطم وبيسدد بشكل مميز جدا، أو بيقطم ويراوغ ويلعب كروس. سرعته بتخليه مميز جدا في التحولات الهجومية، ومهارته بتخليه مميز في الاختراق الدفاعي، يعني في المساحات هتلاقيه موجود، وفي المساحات الضيقة هتلاقيه برضه موجود. تاني ميزة معانا وهي التمريرات الحاسمة والاسيستات. عنده رؤية مميزة جدا داخل الملعب، بيخليه يصنع الفرص لزمايله بدقة عالية وبشكل يعني فيه كثافة وغرازة في المباراة الواحدة، وده اللي واضح من أرقامه وقدرته على صناعة الأهداف بشكل كبير جدا. ثالث ميزة معانا وهي إنه مسدد بشكل قوي جدا من خارج منطقة الجزاء، وده بيخليه يشكل خطر دائم على حراس المرمى. رابع ميزة معانا وهي المرونة التكتيكية. بيستطيع اللعب على الجناح الأيسر والجناح الأيمن، وده بيخليه خيار مميز جدا بالنسبة للمدرب. خامس ميزة معانا وهي القدرة على الضغط المتقدم. يتميز بقدرته على الضغط على الخصم واستعادة الكرة في مناطق متقدمة، في حاجة كده مثلا ممكن نقول أسامة أبو علي. أما بقى لو جينا لعيوبه فهي الاستمرارية في الأداء، بيعاني أحيانا من التذبذب في مستواه خلال الموسم، ولكن الكلام ده قبل انتقاله لباتشوكا في الموسم الأخير. بيقدم معاهم موسم عالي جدا وبشكل مستمر. تاني سلبية معانا وهي التمركز الدفاعي، على الرغم من مساهماته الهجومية الفتاكة إلا أنه بيفتقر إلى الانضباط في التمركز الدفاعي. رابع سلبية معانا وهي إهدار للفرص. أحيانا بيتسرع في اتخاذ القرارات داخل منطقة الجزاء، بيخليه بيضيع بعض الشيء للفرص السهلة. أما بقى خامس سلبية معانا وهي الإصابات المتكررة، لأنه تعرض لبعض الإصابات أثرت على استمراريته في الملعب، ولكن الكلام ده قبل موسم 2023. نظرة عامة عن اللاعب فهو أسامة. لو جينا بقى نبص على اللاعب بشكل عام، فإنه لو جينا بقى نبص ونقيم اللاعب بشكل عام بعد الكلام اللي انا قلته لك ده، فهو لاعب يمتلك موهبه هجوميه مميزه وقدرات فرديه عاليه جدا، لكن بحاجه الى تطوير في بعض الجوانب البدنيه والتكتيكيه عشان يكون اكثر تاثيرا على المدى الطويل، خاصه في الماتشات الكبيره. وهيكون اضافه غير طبيعيه للنادي الاهلي، ولاعب هيحقق الفارق بشكل كبير بكل تاكيد، وهو ده المطلوب، وهي دي الصفقه اللي هيكون عليها اتفاق كبير من اغلب جماهير النادي الاهلي. تقريبا كده الاهلي راصد راتب سنوي للاعب 800 ألف دولار بدون المكافآت والحوافز، يعني بالمكافآت والحوافز ممكن يصل ل 950 مليون دولار بعقد لمدة سنتين، خصوصا ان اللاعب داخل على 29 سنة. فهنشوف في الايام اللي جاية هيحصل ايه، وهل هيجي فعلا الاهلي ولا لا. ولكن قول لي انت رأيك لو الصفقة تمت، رأيك ايه في اللاعب؟ سلام.